لا بجد، بينك وبين نفسك زعلانه؟ طب فاكرين قلنا ايه من كام يوم؟ السؤال دلوقتي مش الزمالك هيصعد ولا لا، وهيصعد ازاي، وايه المعدل اللي هيعوض فيه عشان يصعد. السؤال دلوقتي هو ايه الطموح اللي عند الجمهور او الاداره في البطوله دي اصلا، حتى في حاله صعود الزمالك. يعني بالمستوى ده ممكن الزمالك يوصل لغايه فين؟ الزملكاويه الجداد اللي لسه الزمالك ما فرمهمش اكيد شايفين الماتش ده كارثه وجزء تاني من فيلم الصدمه والرعب بتاع سان داونز. انما الزملكاويه القدام اللي الزمالك اخد منهم رقات وسنين طويله عارفين ومتاكدين ان قضا اخف من قضا، وان فريق الزمالك بتركيبته دي وقيمته دي اللي ما يستاهلش الوجود فيها الا 5 أو 6 لعيبه بالكتير، الفرقه دي لو كانت صعدت النهارده كانت هتخرج بفضيحه الدور الجاي على طول خبط لزق. اللي زعلانين ليه؟ دايما المقدمات بتؤدي الى النتائج. ايه اللي الزمالك قدمه في البطوله او الموسم ده عموما يستحق عليه اي حاجه؟ فوز يتيم وتعادلين على ارضه وخسارتين وتعادل خارج الارض. فرقه دي نتائجها طموحك فيها ايه؟ مدير فني مين اللي يمشي؟ وبالمناسبه هيمشي كالعاده. المدير الفني اللي جاي على فريق ضايع حرفيا في الدوري، ولا المدير الفني اللي ما اختارش قائمه اللعيبه دي ولا عمل لهم فتره اعداد محترمه زي ما البني ادمين بتعمل، ولا المدير الفني اللي شاف وسمع قبل مباراه حاسمه للصعود اداره ناديه بتكلم طوب الارض عشان يمسكوا الفريق بعد ما ينقلوه. عموما المدير الفني ده اللي طبعا هيشيل الليله لوحده بدأ بتشكيل عنوانه انك لميت وانهم ميتون. اناسيو دخل المباراه مقطع البطاقه بطريقه 4-2-2-2. الشناوي علي جبر الونش، على يمينهم توفيق وعلى شمالهم محمد ناصر. ديفندرين دونجا ومعروف، تحت رباعي هجومي مكون من شيكابالا وايمن حفني، تحت راسين حربه باسم مرسي وحسام باولو. بدايه طبيعيه هجوميه حماسيه بفعل الحضور الجماهيري والموقف الهباب اللي اللعيبه حطوا فيه الفرقه بتعادلهم خارج الارض مع اهلي طرابلس وخسارتهم قصاد كابس يونايتد. هجوم اصفر عن جون بدري لباسم مرسي من العرضيه الوحيده السليمه لمحمد ناصر في المباراه. متقدمين اهو، وكمان اتحاد العاصمه عامل اللي عليه وزياده وخلص على كابس يونايتد بجولين في اول شوط. ايه اللي يحصل؟ العادي اللي متعودين عليه، نركب اهلي طرابلس المباراه وحرفيا مفيش ولا هجمه محترمه لاخر الشوط. والغريب ان فرقه ما بتهاجمش تدافع بقى، انما فرقه لا بتهاجم ولا عارفه تدافع، ده تعريف الفرقه الضعيفه. والفرق الضعيفه اخرها الادوار الاولى من البطولات الكبيره. طرف يمين الزمالك توفيق شيكابالا قمه في البؤس. توفيق لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيتصرف صح لما الكره بتوصل له. شيكابالا شايل موضوع الالتحامات من دماغه تماما. المسانده الدفاعيه بالاسم بس، يعني نظام تحليق من بعيد لبعيد وخلينا حبايب. الناحيه الشمال ناصف اكتفى باوفر جون باسم وبارك الله فيما رزق، وكان الله بالسر عليم. وبالطريقه اللي بيلعب بيها الزمالك النهارده كان المطلوب منه يغطي الناحيه الشمال بطول الملعب في انتظار مسانده من معروف اللي هيلاحق على القطع والمسانده في نص الملعب ولا في الطرف الشمال. ما هو مش معقول بني ادم طبيعي زي بقيه البني ادمين هيغطي ربع ملعب لوحده. ايمن حفني اللي المطلوب منه اللعب الحر في نص الملعب لخلق فرص نسبه نجاحه 0 في المطلوب منه، وساعد على فشله سوء مستوى راسين الحربه وتحركاتهم. نيجي للزغلول الكبير محمود حمدي الونش. يا سيدي يا عمي يا خال يا كابتن، واخد انذار. بالله عليك انا راضي ذمتك، دي دخله تدخلها واحنا بنلصم في الفرقه. انذار تاني وطرد وجون التعادل في لا شيء من الزمن بسبب تهور لاعب قرر من فتره ما يشغلش مخه. اشمعنى احمد توفيق يعني؟ نهايه سيئه للشوط ولا اسوأ، شفناه كتير قبل كده السنه دي. وبعد يناسي وبدأ المباراة مقطع البطاقة، كان مضطر يبدأ الشوط الثاني مقطع الباسبور بسبب عشوائية الونش. الفريق اللي متعادل ولازم يكسب بيعمل تغيير اضطراري بخروج راس حربة ونزول مساك. شفت بؤس اكتر من كده؟ ايوه في بؤس اكتر من كده. البؤس هو انك فريق له تاريخ وفيه لعيبة بالملايين وبتلاعب فريق ما عندوش دوري اصلا وتنكمش قصاده حتى لو بتلعب 10، ويكون ده شكلك الدفاع في الهجمات المرتدة، ويكون ده قرار حارس مرماك الدولي في هجمة مرتدة كان ممكن تنتهي بأي طريقة كلاسيكية عادية أو بأي طريقة إلا إنها تنتهي بجون سهل بالشكل ده. جون كان معناه حرفيا الخروج بشكل نهائي من البطولة. وصدقوني كل اللي حصل من ساعة الجون ده لنهاية المباراة كان فلفصة مش أكتر، بما فيها جون معروف لأن مفيش أي تغيير عن الأداء في الشوط الأول، لا في الضغط ولا سرعة التمرير ولا الشراسة على الجون.
وزاد عليها كوارث في التغطية. وطبعا مفيش أي استغراب من أداء ستانلي ومصطفى فتحي، لأن حضرتك بنفسك قررت تستغنى عنهم في التوقيت ده تحديدا وقبل المباراة دي بالذات، مع إنهم هيلعبوا في الدوري السعودي الموسم اللي جاي. يعني مش هيحصل أي حاجة لو الكلام ده كله حصل بكرة أو الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي أو أي جاي بعد ما تطمن على فرقتك. لكن هتقول لي مين؟ كل الناس ما بتفهمش، هو بس اللي بيفهم واللي ما بيغلطش، هو الصح المطلق. جمهور ايه؟ ما بحبوش. المدرب وحش يمشي، كلامي واضح. بس ده عنده شرط جزائي، ولا يهمك نمشي جهازه المعاون ونجيب اللي على مزاجنا لغايه ما يقول حق برقبته ويطفش. طيب والفرقه؟ محدش بيموت ناقص عمر. خلاص كده مربوحه، مشيه واستغنى عن اللعيبه اللي مش على مزاجك، وهات اللي على مزاجك وفرضهم على اي مدير فني. هو مش مهم اصلا ان المدير الفني يختار قائمته، لانه كده كده مش هيكمل معاهم. حاليا وغالبا دخلنا في حقبه محمد صلاح، انتظارا للمدير الفني ال19 في انتظار اجزاء اخرى من سلسله فيلم الموسم، وكل موسم الفشل. الخلاصة الوحيدة اللي يستحق ينتمي للنادي الزمالك ويلبس تيشيرته من كل المنظومة الحالية حاليا هو الجمهور وبس. كلامي واضح. حد لشوق لحاجة